غادي ندخلوا دروك الاجمل واكبر واعظم واحسن ميزي في العالم. متحف لا يقدر بثمن، الصوالح اللي راهم فيه هنايا لداخل لا يقدروا بثمن. دوك نروحوا نشوفوا شحال. نشوفوا اول تمثال يقابلك، تمثال تاع رمسيس دو خوتي. طريقة الإضاءة اللي دايرينها التمثال تزيد له الهيبة تاعه، والله سبحان الله. هاد الصوالح ما دايرينهمش غير هكا صدفة ولا قارين عليهم دارسين عليهم، ما شاء الله. هذا هو التمثال تاع ملك أخناتون. ملك أخناتون هما اللي على حساب ما يقولوا هو الملك اللي كان في عهد سيدنا يوسف، والله أعلم. العظمة اللي موجودة هنايا في هذا المتحف ماشي غير تماثيل، حتى المتحف هو بالذات تحفة معمارية. غاديش نجم نوريكم كاع التماثيل، بصح شوفوا لي ديتاي اللي هناك، شغل هذا الضلوع تاعه. حاجه ثاني من الصوالح اللي مليحه شغل التمثال ما يغطوش بالزجاج ولا سما التمثال يقعد قدامك بصح ممنوع تلمسه، راك فاهم. زينة في حنايا هيا، وهادو هما الاهرامات اللي هما راهم ملهيه خوف وخفرع ومنكارع، الهرم الصغير كاع. حاجه اللي شابه خوتي الميوزي مبني الزوايا تاعه يركبوا ديريكت على الاهرامات، حاجه ولا في الاحلام. متحف اصلا تحفه معماريه والتماثيل وهاد الصوالح زايدينه ما شاء الله، زايدينه رونقا وجمالا. هاد الحلولي هذا اللي راه هنا وكاع، يعني تتخيل بلي هذا كانوا يلبسوه ناس عندهم 5000 سنة من اللي ماتوا، كانت تلبس فيه ملكة من الملوك مصر القديمة. خوتي كي تجي لمتحف مصر وتشوف طابلو كيما هذا ما كان لا موناليزا لا والو، هذا الطابلو راه يقول لك عنده أكثر من 6000 سنة قبل الميلاد. كيما هنايا زعما راه يقول لك باللي المصريين القدامى كانوا معتمدين على الصيد، هما راهم دايرين هنايا الحوت لتحت، باللي هاد الناس كانوا يصيدوا، وسبحان الله عندكم راهم جابدينهم بخيوط طوال تحسب بالونغري، سما نفس الطريقه اللي كنا حنا رانا نصيدوا بها دروك كانوا يصيدوا بها هما بكري. خوتي هذا الطابلو يبين لك باللي المصريين القدامى كانوا يستعملوا النيل باش ينقلوا فيه البضائع والسلع، وكانت فيه التجاره من الشمال حتى الجنوب، كانوا يديبلاسوا فيه في البابير ويديروا التجاره تاعهم، القافله تاع التجاره كانت تندر بهاد البابير. هذا المتحف فيه اكثر من 15000 قطعه اثريه، يقولوا قطعه اثريه.
ملك حوت اسمه حتموسط. وهذا الملك هو اول واحد بدا يخدم التماثيل الكبيره الضخمه، وخدم تمثال جبانه وراه وزعها على كاع المعابد اللي كاينين في مصر. وهذا واحد من اشهر التماثيل اللي موجود هنا في المتحف. هذا هو كبير الكهنة تاع معبد آتون. معبد آتون خوتي راكم عارفين هو كما نقولوا اللي آمنوا بالإله الواحد. ستادير هذا كبير الكهنة كان مآمن بالإله الواحد وهذه الزوجة تاعه. المصريين القدماء الفراعنه وكاع اللي عاشوا في مصر اللي خلاو لنا هذه الحضاره. وبغيت نشكر ثاني المصريين اللي راهم عايشين في مصر في الوقت الحالي. شكرا على هذه التحفه وشكرا على هذا المتحف. سافرنا عبر الزمن ما شاء الله. تجربه كي تجي لمصر لازم تديرها، لازم تدخل هنايا المتحف المصري وتشوف شا كاين.